مصطفى كمال بينقذ وشوطه وجول ابو تريكه. يا في الوقت القاتل بقول لحضراتكم لسه اتلعبت على طول وتتشاط وحلوه جول حازم امام. يا خبر ابيض، لعيب يا ابني والله، لعيب يا حازم، لعيب. اليومين دولت بيتلعب السوبر المصري بالشكل الجديد اللي هو بقاله كام سنه باربع فرق اللي بيتكونوا من الاهلي والزمالك وبيراميدز وسيراميكا كليوباترا. تعال اقول لك بقى تاريخ البطوله دي من اول ما اتعملت لغايه السنه دي، واللي فيها النادي الاهلي هو نصيب الاسد من عدد الفوز بيها. اول نسخه للبطوله كانت سنه 2001 وساعتها الزمالك كسب غزل المحله 2-1 بعد وقت اضافي، واللي جاب الاجوان ساعتها كان حازم امام وحسام حسن. نسخه 2002 ساعتها برضه الزمالك كسب، بس كسب المره دي المقاولين العرب، والماتش ساعتها خلص 1-0، واللي جاب الجون ساعتها في الوقت الاضافي كابتن اسامه نبيه. نسخه 2003 وده اللي فاز بيها الاهلي على الزمالك بركلات الترجيح 3-1، ودي كانت اول بطوله للنادي الاهلي ساعتها. نسخه 2004 ودي كانت اول نسخه فيها مفاجاه لما فاز ساعتها نادي المقاولين العرب على الزمالك 4-2، ودي نفس السنه اللي فاز فيها المقاولين على الاهلي في نهائي كاس مصر، طبعا كل الكلام ده تحت قياده الكابتن حسن شحاته. نسخه 2005 فاز الاهلي على انبي 1-0 عن طريق وائل جمعه في الدقيقه 93، وبرده نسخه 2006 فاز الاهلي برده على نادي انبي، والماتش ساعتها برده خلص 1-0 عن طريق ابو تريكه في الدقيقه 91. نسخه 2007 فاز بها الاهلي بس كان عن طريق النادي الاسماعيلي بعد التعادل 1-1، كسب بركلات الترجيح 4-2، بس اللي جاب الاهداف ساعتها في الماتش كان محمد حمص وشادي محمد. اما نسخه 2008 فساعتها فاز الاهلي على الزمالك 2-0 عن طريق معتز اينو واحمد حسن. اما نسخه 2009 فهي كانت تاني مفاجاه في البطوله لما فاز ساعتها حرس الحدود على الاهلي 2-0 عن طريق احمد حسن مكي واحمد عبد الغني، ويحصل العكس في بطوله 2010 ويفوز الاهلي على حرس الحدود بس المره دي عن طريق تريكا. نسخه 2014 فاز فيها الاهلي على الزمالك بركلات الترجيح 5-4. اما نسخه 2015 ففاز الاهلي على الزمالك 3-2، واللي جاب الاجوان ساعتها كان هدفين لعبد الله السعيد وهدف لمؤمن زكريا، والزمالك جاب له عمر جابر وكهربا. نسخه 2016 واخيرا الزمالك يفوز على الاهلي بركلات الترجيح 3-1. نسخه 2017 ساعتها فاز الاهلي على المصري 1-0 باقدام وليد ازارو بعد وقت اضافي. نسخه 2018 الاهلي يفوز على الزمالك 3-2، اللي جاب الاجوان للاهلي ساعتها كان هدفين لاجاييه وهدف لحسين الشحات، واللي جاب الاجوان ساعتها للزمالك كان محمود علاء. نسخه 2019 بيرجع الزمالك وبيكسب على الاهلي بركلات الترجيح 3-2. نيجي بقى نسخه 2020 واللي ساعتها فاز طلائع الجيش على الاهلي بركلات الترجيح 3-2. نسخه 2021 بيفوز الاهلي على الزمالك 2-0، واللي جاب الاجوان ساعتها برونو سافيو وكريم فؤاد. نسخه 2022 الاهلي يفوز على بيراميدز 1-0، واللي جاب الجون ساعتها كان علي معلول في الدقيقه 95 من ركله جزاء. اما نسخه 2023 فساعتها الاهلي فاز على فيوتشر 4-2. ونيجي بقى نسخه 2024 واللي فاز فيها الاهلي على الزمالك بركلات الترجيح 7-6 بعد التعادل سلبيا، وبكده يبقى في 5 فرق فازوا بكاس السوبر المصري، الاهلي ب 15 مره والزمالك ب4 ومره واحده للمقاولين وطلائع الجيش وحرس الحدود. وهنشوف مين هيفوز بيها نسخه السنه دي، وقول لي في الكومنتات مين النادي اللي هيفوز بيها السنه دي. كده الحلقه خلصت، ولاول مره تشوفنا اعمل فولو واشترك في قناتي على اليوتيوب واعمل لايك وشير للحلقه. كان معكم اسلام وتاكا وبرنامج باكورد. سلام.